بدأنا سنة 2025 وزي فيديو السنة اللي فاتت هقول لكم ايه اقوى الافلام العربي المنتظرة السنة دي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان ما يفوتكوش اي جديد، ويلا بينا نشوف. زي ما شفنا بدأنا السنة بفيلمين: البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بطولة عصام عمر، وفيلم الدشاش للنجم محمد سعد. وبنكمل افلام السنة دي بفيلم الارض السوداء من بطولة النجم كريم عبد العزيز، وبتشاركوا البطولة ياسمين صبري وده اول تعاون ما بينهم، وبيشاركهم اياد نصار، والفيلم من تأليف واخراج بيتر ميمي، واللي ده هيكون تاني تعاون ليه مع كريم عبد العزيز بعد فيلم بيت الروبي، واللي كان تاني اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه. والفيلم يعتبر انه من اضخم انتاجات السينما المصريه، وحاليا بيتصور في دول كتير جدا ومنهم اسبانيا وايطاليا واليونان. ومتوقع ان الفيلم ده يحقق رقم قياسي جديد في الايرادات، واتمنى اننا نشوف حاجه على قدر المستوى. وتاني فيلم معانا هو فيلم فرقه الموت من بطوله النجم احمد عز، واللي بيتصور حاليا اخر مشاهد فيه، وكان المفترض انه ينزل في راس السنه، ولكنهم مادوا التصوير، ومتوقع ان الفيلم ده يكون من ضمن افلام العيد. وبيشاركوا البطوله منة شلبي وآسر ياسين ومحمود حميده وامينه خليل وعصام عمر. واحداث الفيلم بتدور في فتره الاربعينات والخمسينات، والفيلم ماخوذ عن احداث حصلت بالظبط عن خط الصعيد، واللي بيقوم بدوره آسر ياسين، واللي بيطارده احمد عز اللي بيقوم بدور ضابط شرطه، واللي بيكون فرقه اسمها فرقه الموت. وده يعتبر التعاون الثاني ما بين احمد عز وآسر ياسين بعد فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، وبرضه مش اول تعاون ما بين احمد عز والمؤلف صلاح الجهيني. وطبعا بيسعى احمد عز انه يكسر الرقم القياسي اللي حققه فيلم ولاد رزق 3. ولو جيت بصيت على قائمه الاعلى ايرادات في تاريخ السينما هتلاقي 4 أو 5 افلام ما خرجش براهم كريم عبد العزيز واحمد عز. وحقيقي الواحد مبسوط ان عندنا نجمين مصريين عربيين بالحجم ده، ما شاء الله. متحمس جدا للفيلم واتمنى اننا نشوف حاجه بمستوى عالمي ان شاء الله. ثالث فيلم معانا هو فيلم اسد اسود من بطوله محمد رمضان، واللي قال محمد رمضان انه هيكون اضخم فيلم في مشواره الفني. والفيلم من تاليف واخراج عيلة دياب، ودي حاجه مبشره جدا بصراحه. ده غير الكاست الكبير المشارك في الفيلم من ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامه، ده غير ممثلين كتير جدا من بلاد مختلفه زي السودان والمغرب ودول كتير جدا. وبتدور احداث الفيلم في اطار تاريخي عن ثوره العبيد، وفي كلام ان فريق العمل استعان بفريق تصميم معارك اشتغل في افلام حربيه عالميه، وان في مشاهد حربيه ضخمه جدا اتصورت في الفيلم. ده غير ان في تكتيم شديد جدا ان ما يتسربش اي صور او اي حاجه من لوكيشن التصوير. فاتمنى نشوف فيلم قوي جدا على مستوى الانتاج وعلى مستوى الاخراج، واتوقع ان محمد رمضان بيسعى لده انه يقدم تاني افلام قويه ويرجع تاني لقائمه الاعلى ايرادات في تاريخ السينما. معانا برضه فيلم الغربان من بطوله عمرو سعد، والفيلم ده بقاله 3 سنين بيتصور، واللي لمح عمرو سعد ان الفيلم ده هيكون اهم فيلم في مسيرته الفنيه. وبيشاركوا البطوله مي عمر وماجد المصري وصفاء الطوخي واسماء ابو اليزيد، ومن تاليف واخراج ياسين حسن. والفيلم اتصور منه مشاهد في مصر وروسيا والامارات، وبتدور احداثه في خلال الحرب العالميه الثانيه في اربعينات القرن الماضي بين مجموعه جيوش مختلفه، منهم جيش بيسمى بالغربان. فكل التوفيق لكاست الفيلم، وان شاء الله نشوف حاجه مختلفه جدا. وخامس فيلم معانا هو فيلم الست من بطوله منى زكي، واللي هيكون انتاجه ما بين مصر والسعوديه موسم الرياض. متوقع ان يكون من اضخم انتاجات السينما العربيه والمصريه. طبعا من الاسم احنا عارفين بيتكلم عن حياه مين، وهنشوف ازاي هتقدم لنا الحياه الفنيه لكوكب الشرق ام كلثوم، وازاي هيطلع بشكل مختلف عن اي حاجه اتقدمت قبل كده من اعمال فنيه زي مسلسلات افلام او حتى الراديو. والفيلم من تاليف احمد مراد ومن اخراج مروان حامد، وبيشارك في البطوله فنانين كبار جدا زي محمد فراج وسيد رجب وعمرو سعد، وهيكون في ضيوف شرف تقال جدا زي كريم عبد العزيز واحمد حلمي. متوقع عرض الفيلم في موسم الصيف، ونتمنى نشوف عمل فني يليق بالنجوم المشاركين. ده غير طبعا القصه والسيره الذاتيه الكبيره والعظيمه جدا لام كلثوم. معانا برضه فيلم في عز الظهر، وهو اول فيلم مصري من بطوله مينا مسعود، والفيلم هيكون عباره عن فيلم اكشن عصابات، وبيشارك في البطوله ايمان العاصي ومحمود حجازي وايهاب فهمي. والفيلم هيكون من اخراج مرقس عادل. ومتحمس جدا ومستني مينا مسعود في اول بطوله مصريه ليه. معانا برضو السنه دي الجزء الثاني من فيلم هيبتا، وهيكون بعنوان المناظره الاخيره، وهيكون من تاليف محمد صادق مؤلف الروايه ومؤلف الجزء الاول، ومن اخراج هادي الباجوري. والفيلم هيكون من بطوله منة شلبي وكريم فهمي وسلمى ابو ضيف واسماء جلال وكريم قاسم وميان السيد. معانا برضو واحد من الافلام المنتظره السنه دي، وهو فيلم ريستارت للنجم تامر حسني، واللي تم تاكيد ميعاد عرضه وهو عيد الفطر المبارك ان شاء الله. وبيشاركوا البطوله هنا الزاهد وباسم سمره ومحمد ثروت. والفيلم من تاليف ايمن بهجت قمر ومن اخراج ثروه وفيق. واتمنى اننا نشوف حاجه مختلفه للنجم تامر حسني اللي انا واحد من جمهوره. وعلى قد ما افلامه الاخيره نجحت جدا على مستوى الايرادات، ولكن على مستوى الفني ما كانتش على مستوى تام، ولكن ان شاء الله الفيلم يكون على قدر المستوى ويكسر الدنيا. واخر فيلم معانا هو فيلم روكي الغلابه من بطوله دنيا سمير غانم، وده بصراحه من الافلام اللي انا متحمس ليها جدا بعد ما شفت الاعلان بتاعه في السينما، وحاسس ان الفيلم لذيذ جدا وفكرته
فكرته مختلفه وممكن يطلع منه مواقف كوميديه حلوه. ومن الاعلان شايف ان دنيا سمير غانم عملت مجهود كبير جدا في الفيلم، وخاصه ان في مشاهد اكشن عملتها بنفسها، وبيشاركها البطوله محمد ممدوح اللي بحبه جدا في الادوار الكوميدي اللي من النوع ده، ومعاهم برده محمد ثروت ومحمد رضوان وأس والفنانه سلوى عثمان. والفيلم من تاليف كريم يوسف وندى عزت ومن اخراج المخرج الكبير احمد الجندي، ومتوقع نزول الفيلم ده في موسم الصيف. وبكده دي تكون الافلام اللي تم الاعلان عن نزولها السنه دي. قولوا لي في الكومنتات توقعاتكم وايه اكتر فيلم مستنيينه السنه دي، واستنوا الحلقه الجايه عشان هقول لكم الافلام والمسلسلات الاجنبي اللي هتنزل. ولو عجبتكم الحلقه دي اتمنى تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه، وتبصوا بص على الانستجرام والتيك توك، بننزل حاجات جامده جدا هناك. وبس كده، اشوفكم على خير، سلام.